قبل ما نتكلم على غزو مصر في معلومة مهمة لازم نقولها، إن اليونان ما كانش شعب جديد على المصريين، هو بالفعل كان في يونان في مصر، وتحديدا من بداية الأسرة 26، لأن كان في ملك اسمه أمازيس كان بيحب يجيب مرتزقة يونانيين، وكان في تجار يونان كمان في مصر، وكان في مدينة معروفة ليهم اسمها نقراطيس في محافظة البحيرة حاليا. نيجي بقى لغزو مصر في 332 قبل الميلاد. الاسكندر دخل مصر في السنة دي مع جنود عددهم 40,000 جندي، وطبعا المصريين ما قبلوش دخوله بالمعارضة إطلاقا علشان اعتبروه مخلص ليهم من الاحتلال الفارسي. فالاسكندر كان ذكي، عارف بمعنى صح نقطة ضعف المصريين، واللي هم بيتمثلوا في حاجتين: الديانة المصرية والتقاليد المصرية. فالاسكندر أول ما دخل مصر راح لمنف واتوج هناك كملك لمصر العليا والسفلى، وسمى نفسه ابن آمون، لأن طبعا آمون ده كان أهم إله عند المصريين القدماء، وكان بيحترم الآلهة المصرية زي بتاح وأبيس، وكمان كان بيعمل تقاليد أو احتفالات يونانية في مصر. وده كان ليه سببين: الأول يرفه عن الجنود بتوعه اللي تعبوا من الحروب، تاني حاجة علشان ينشر الثقافة اليونانية في الشرق. الاسكندر قعد في مصر من 5 ل4 شهور، وطبعا أشهر المصادر كتبت عن حاجتين مهمين في الفترة دي، وهو تأسيس مدينة الإسكندرية واللي طبعا اتسمت على اسمه، تاني حاجة إنه عمل فكرة وحي آمون. تعالوا نتكلم على أول حاجة وهو تأسيس مدينة الإسكندرية. الاسكندر لما جه مصر لاحظ موقع استراتيجي في مدينة مصرية اسمها راكودا، وقصاد القرية دي لقى جزيرة صغيرة اسمها فاروس، فقرر ان هو هيأسس المدينة بتاعته، وفي نفس الوقت عشان يبقى فيه قاعدة في مصر يقدر يتواصل من خلالها مع بلاد اليونان، وبرضه هيعمل فيها ميناء مشهور ينافس بيه الميناء اللي كان موجود في مدينة طير. فاختار موقع المدينة، وبعد كده هيؤمر المهندس بتاعه اللي هو دينوقراطيس عشان يأسس له او يصمم له المدينة بتاعته. زي ما قلنا هو اختار مدينة أو قرية أساسية وكان قصادها جزيرة، فعشان يربط ما بين الأرض الأساسية والجزيرة دي هيعمل زي كوبري. الكوبري ده اسمه هيبتا ستاديوم. هيبتا معناها 7 وستاديوم دي وحدة قياس. بعد كده الاسكندر هيطمن إن الدنيا تمام وهيبدأ إنه يتجه ناحية الغرب لسيرانيكا أو ليبيا. فهو في الطريق هيقابل ناس من ليبيا ويقول له بقول لك ايه، والله ما انت رايح، خلاص احنا كده كده كلنا تحت طوعك، اللي تقول لنا عليه هنعمله. فخلاص الاسكندر عارف ان هو مش محتاج يروح لحد هناك، فبالتالي خلاص ليبيا بقت تحت سيطرته. فالاسكندر قرر انه يتجه للجنوب لصحراء سيوة ويروح لمعبد اسمه آمون هناك، والمعبد ده بعد كده هيتسمى بمعبد الوحي. هنعرف ليه اتسمى بمعبد الوحي الحلقة الجاية.